الصور الأولى من حفلة كشف جنس جنين هيفاء حسوني وبكر خالد. تتصدر هيفاء حسوني وبكر خالد الأجواء بأول صور من حفلة كشف جنس جنينهما بعد انتظار طويل وفرحة كبيرة بالحمل، حيث ظهر الثنائي في لحظات رومانسية ومليئة بالحب والحماس، وينتظر الجمهور معرفة المفاجأة الكبرى، وهل ستكون المولودة أميرة صغيرة أم سيكون لبكر وهيفاء أول ولد ذكر؟ ومع انتشار هذه الصور بدأت تتصاعد حماسة المتابعين لمعرفة النتيجة وما سيكشفه الثنائي خلال الحفلة. استعدادات الولادة: هيفاء حسوني بإطلالة جديدة وتكشف سر عدم صبغ شعرها. جينا نقص هيك بالله شوفوا الجمال. تستعد هيفاء حسوني للولادة بأجمل إطلالة وبأجواء مليئة بالفرح والحماس بعد انتظار طويل لمولودها الأول. وظهرت هيفاء في صالون التجميل وهي تستعد لمرحلة جديدة في حياتها، حيث قررت تغيير إطلالتها وقصت شعرها واختارت تسريحة جديدة زادتها جمالا وأناقة. واللافت أن هيفاء لم تقم بصبغ شعرها وتركت الشيب ظاهرا. الشيب يلا بسبب البيبي مالك. اي ما اقدر اصبغ لين بالثامن. طيب قولي لي طولت شعري اللي هنا حتى انت تقص لي اياه. قلت الا هاجم. اي بعد شو اكثر. اي تقريبا. اكيد. شو تقول؟ ايه والله تعال كله نغير. معارض بس انا اللي مليت ابي اسوي تغيير. يلا جاهزين؟ يلا. حيث أوضحت أنها تخاف من استخدام صبغات الشعر خلال فترة الحمل بسبب ما تحتويه بعض المنتجات من مواد كيميائية، وفضلت أن تكون أكثر حرصاً على نفسها ومولودها. وبرغم ذلك ظهرت هيفاء بسعادة كبيرة وبروح مرتفعة، وبدت وهي تعيش أجمل أيام انتظار لقاء طفلها الذي أصبح قريباً جداً. بعد إعلان الحمل وفرحة بكر خالد بهذا الخبر، يبدو أن هيفاء تدخل الآن المرحلة الأخيرة قبل أن تحمل طفلها بين ذراعيها وتعلن بداية أجمل فصل في حياتها. والجمهور ينتظر بفارغ الصبر لحظة إعلان هيفاء عن ولادتها وموعد لقائها الأول بطفلها. جينا نقص. طب في أحلى هيك بالله شوفوا الجمال. الشيب يلا بسبب البيبي مالك. اي ما اقدر اصبغ لين بالثامن. طيب قولي لي طولت شعري اللي هنا حتى انت تقص لي اياه. قلت الا هاجم. اي بعد شو اكثر. اي تقريبا. اكيد. شو تقول؟ ايه والله تعال نغير. كله معارض بس انا اللي مليت ابي اسوي تغيير. يلا جاهزين؟ يلا. بعد انتظار 5 سنوات، هيفاء حسوني تعلن حملها وتخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير. بعد انتظار طويل استمر ل5 سنوات، تعيش الإعلامية هيفاء حسوني أجمل لحظاتها بعد إعلان خبر حملها ودخولها مرحلة جديدة ومميزة في حياتها. وبعد هذا الخبر الذي أسعد جمهورها، شاركت هيفاء أحدث جلسة تصوير رسمية لها، وظهرت بإطلالة أنيقة جدا وفستان مميز خطف الأنظار، فيما بدت عليها ملامح الفرح والسعادة بهذه المناسبة الخاصة. وتحولت صور هيفاء إلى حديث المتابعين، خصوصا بعد سنوات من الانتظار، حيث عبر الجمهور عن فرحته الكبيرة بهذا الخبر، وتمنوا لها حملا سليما وفرحة تكتمل بولادة طفلها. وكانت هذه الجلسة بمثابة بداية لمرحلة جديدة في حياة هيفاء حسوني، بعد أن أصبحت تحمل أجمل خبر كانت تنتظره منذ سنوات. راح أصير ماما. بس بعد ما تحجون علي وترزلوني وتقولوا لي فوينك وليش مختفية، عرفت السبب. هيفاء حسوني تكشف تفاصيل حملها وسبب غيابها. باركولي صرت ماما. فرحانة كلش من حبكم. بعد إعلان حملها والفرحة الكبيرة التي عاشها زوجها بكر خالد، خرجت هيفاء حسوني لتوضح لجمهورها سبب غيابها خلال الفترة الماضية، وقالت بكل فرح: أنا كنت غائبة
وعرفت السبب الآن، لا شيء مخفى. وأكدت أن سبب غيابها كان مرتبطا بحملها، مشيرة إلى بطنها وهي تعيش فرحة كبيرة بهذه المرحلة الجديدة من حياتها. هيفاء عبرت عن امتنانها الكبير لجمهورها، وقالت إنها لا تصدق حجم الحب الذي وصلها بعد إعلان الحمل، مؤكدة أنها فخورة جدا بمتابعيها وبكل هذه المشاعر التي غمرتها. وبكلمات مؤثرة أعلنت هيفاء أن عائلتها ستكبر قريبا، قائلة: سنصبح 3 أشخاص. وفي أجمل لحظاتها ختمت هيفاء كلامها بفرحة كبيرة وقالت: وأخيرا حصير ماما. جايز متى أستوعب؟ راح أبكي. أحبكم واي والله، وما أعرف منين أبدي ومنين أنهي، بس خلص هيفاء راح ترجع لكم. لتشعل بهذه الكلمات فرحة جمهورها وتفاعلهم مع أجمل خبر في حياتها. هسه بعد ما تحجون عليها وترسلوني وتقولوا لي فوينك وليش مختفية، عرفت السبب. عرفت السبب. فرحانة كلش من حبكم. اوكي، يعني من البارحة لليوم من نزلت الفيديو بس ابكي. عفكم من هرمونات الحمل، اوكي جديات، بس انا بس ابكي من الحب والكم الهائل من الرسائل والحب والدعم والكلام الحلو اللي دا اسمعه. لا مستحيل مستحيل، ما كنت متخيلة لهالدرجة انه انتوا تحبوني. راح ابكي جايز بالقرآن، راح ابكي. كلش هواي احبكم، كلش هواي اشكركم، كلش هواي ممتنة على هذا الحب الهواية. وخلص من وجا راح ارجع لحياتي، لانه بعد عرفتوا، بعد ماكو شي ينضم، عرفتوا. ولو انتوا كنتوا كلكم شاكين وعارفين، بس الحمد لله من اجى الوقت المناسب انه اعلن. يلا قلت لكم انه اني حامل، واخيرا حصير ماما. جايز متى استوعب؟ راح ابكي. احبكم واي والله، وما اعرف منين ابدي ومنين انهي، بس خلص هيفاء راح ترجع لكم. هل ولدت هيفاء حسوني طفلها أم ما زالت تنتظره؟ أنا حامل، فرحانة بيد. أثارت هيفاء حسوني جدلا واسعا بعد تداول أنباء عن ولادتها، خصوصا بعد الصورة التي نشرها زوجها بكر خالد وظهر فيها فحص السونار، ليربط بعض المتابعين بينها وبين أنباء الولادة. ولكن المفاجأة أن الصورة المتداولة تعود إلى العام الماضي، وليست دليلا على ولادة حديثة. وهيفاء حسوني نفت الشائعات وأكدت أنها ما زالت تنتظر مولودها الأول في لحظة مليئة بالحب والانتظار. وعبرت هيفاء عن مشاعرها بكلمات مؤثرة قائلة: ثمرة حبنا الأولى تنتظرك بكل حب. وبهذا تكون حقيقة الخبر أن هيفاء لم تعلن عن ولادة طفلها حتى الآن، وأن المتابعين ما زالوا ينتظرون معها هذه اللحظة التي ستكون من أجمل لحظات حياتها.